النهاردة معانا السباربل، أول طريقة من طرق الديفرنشال equation في أول شابتر فيرست اوردر. دلوقتي أنا بحل طريقة السباربل ازاي. دلوقتي انت بيجيلك قدامك مسألة، بيبقى معاك الديريفاتيف اللي هو الواي داش اللي هي دي واي على دي اكس بتساوي حاجة نيجاتيف اكس على واي. أنا كل اللي بحاول أعمله في الأول إن أنا بحاول أخلي الوايات مع بعض في حتة والإكسات مع بعض في حتة. تمام، بحاول أخلي شبه بعضه مع بعضه. فأنا هنا عشان أخلي شبه بعضه مع بعضه محتاج أخلي الواي دي هنا والدي اكس دي هنا. ماشي، هعملها ازاي؟ هضرب في دي اكس واي. فلما اضرب في دي اكس واي هضرب هنا في دي اكس، دي اكس هتروح مع دي اكس، وهضرب في واي فهتبقى واي دي واي بتساوي، هضرب هنا في دي اكس وفي واي، الواي هتروح مع الواي فيبقى معايا نيجاتيف اكس دي اكس. تمام، انا دلوقتي بقى معايا الشبه بعض مع بعض في ناحية، الوايات لوحدها والاكسات لوحدها. هعمل لهم انتجريشن. انتجريشن الواي بالنسبة للواي هيبقى واي باور 2 على 2 بتساوي نيجاتيف اكس. انتجريشن نيجاتيف اكس بالنسبة للدي اكس هتبقى نيجاتيف اكس باور 2 على 2 بلس السي الثابت. الثابت انت ممكن تكتبه هنا او الناحية التانية، مش هتفرق كتير. نكمل هنا في جيفن مديهولي بيقولي ان الواي اوف 4 بتساوي 3. دي معناها ايه؟ معناها ان الواي اوف الاكس دي اساسا ان واي اوف الاكس، فمعناها كده ان الفور دي بتساوي قيمة الاكس والثري بتساوي قيمة الايه الواي نفسها. ده معناه ان انا هعوض مكان كل اكس فور ومكان كل واي 3. فهنا قايل لي واي باور 2 على 2 هيبقى معايا 3 باور 2 على 2 بتساوي نيجاتيف 4 باور 2 على 2 بلس السي. نيجي نحلها 3 باور 2 ب 9، 9 على 2 ب 4.5 equal negative 4. 4 باور 2 ب 16، 16 على 2 ب 8 negative 8 بلس السي. بقى معاك في الاخر ان السي بتساوي 8 بلس 4.5، يعني السي هتطلع معاك في الاخر بتساوي 12.5. دي الفاينل انسر بتاعت السؤال. السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه؟ بيقول لي x 5 باور 4 دي اكس بلس y باور 2 بلس 2 في الاكسبوننشال باور نيجاتيف 3x دي واي. اول حاجه احنا بنعملها بنفرق الدي اكس عن الدي واي، فبقى معايا هنا هنفرقهم، هنودي ده الناحيه التانية بعكس الاشاره. معايا x باور x في y باور 4 دي اكس بتساوي نيجاتيف y باور 2 بلس 2 كلها مضروبة في الاكسبوننشال باور نيجاتيف 3x دي واي. انا هنا هنبص بالترتيب، انا اللي دي بالنسبة لدي اكس، فانا اللي عايز اشيل من هنا، عايز اشيل الواي، فهقسم على واي باور 4. نروح للجزء التاني، انا هنا بالنسبة للدي واي فانا عايز اشيل الاكس، فهشيل الاكسبوننشال باور نيجاتيف 3x، فانا هقسم على واي باور 4 في اي باور نيجاتيف 3x. تمام، انا لما اجي اقسم y باور 4 في e باور نيجاتيف x هيبقى في الجزئيه دي هيبقى معايا x، ال y هتروح مع y باور 4 فيبقى معايا x over e باور نيجاتيف 3x dx equal. اما اجي اقسم دي هنا ال e باور نيجاتيف 3x هتروح مع بعض فيبقى معايا y باور 2 بلس 2 over ال y باور 4 في نيجاتيف برا دي y. ماشي، دلوقتي انا معايا الاكسات لوحدها والوايات لوحدها، ناقص ان انا اعملهم انتجريشن. هنا دي عشان ابسطها الاول هتبقى معايا، احنا عارفين e باور نيجاتيف 1 على e باور نيجاتيف 3x هي e باور 3x، دي هتطلع فوق
بعكس إشارة الباور، فيبقى معايا هنا x في e باور 3x dx بتساوي، هنفك دول برضو y باور 2 على y باور 4، يبقى معايا نيجاتيف y باور 2 على y باور 4 بلس 2 على y باور 4 دي y. تعالوا نفك بقى الانتجريشن. هنا عشان اعمل انتجريشن ان دي x في e باور 3x هحتاج استخدم انتجريشن باي بارت، جزء هاخده في الديريفاتيف وجزء هاخده في الانتجريشن. انهي في دول اللي ممكن اوصله لزيرو اسرع؟ معايا الاكس، فانا الاكس هحطها في الديريفاتيف بحيث توصل معايا لزيرو اسرع. في الانتجريشن هحط الاكسبوننشال باور 3x exponential power 3x. تعالى نعمل derivative للx مرة. أول مرة هتديني 1، تاني مرة هتديني 0. ادي exponential power 3x لما اجي اعمل لها integration هتبقى هي exponential power 3x على الباور على 3 على الكوفيشنت بتاع الباور بتاع الاكس. لما اجي اعمل لها integration تاني يبقى معايا برضو e باور 3x زي ما هي، هنا كان في على 3 في 3 بقى تاني مرة، فهتبقى over 9، تبقى معايا over 9. دلوقتي همشيها ازاي؟ هتبقى الأول في التاني ناقص التاني في التالت بالنيجاتيف، هتبقى x في e باور 3x كلها على 3 ماينس 1 في e باور 3x على 9 هتبقى e باور 3x على 9 equal في نيجاتيف بره الأول. عايزين كده بس نبسط دي الأول. عندنا هنا ال y باور 2 على ال y باور 4 هتبقى في الآخر متبقية معايا 1 على y باور 2 ودي 2 على y باور 4. عشان نعملها انتجريشن عشان يبقى اسهل لنا هنطلع ال y فوق بالنيجاتيف بالباور النيجاتيف، هتبقى معايا y باور نيجاتيف 2 ودي هطلعها فهيبقى معايا فوق، هيبقى معايا 2y باور نيجاتيف 4 بس ال y نعمل لهم انتجريشن في نيجاتيف هنا افتح براكت y باور نيجاتيف 2 احنا هنزود على الباور واحد نقسم على الباور الجديد فيبقى معايا y باور سوري معايا y باور نيجاتيف 1 over نيجاتيف 1 بلس معايا هنا 2 زي ما هي ال y باور نيجاتيف وهزود على الباور واحد يبقى y باور نيجاتيف 3 over نيجاتيف 3 بلس c. هنبسط دي بس هيبقى في الآخر معايا x over 3 في e باور 3x minus e باور 3x over 9 بتيكوال، دخل النيجاتيف جوه النيجاتيف ده طير النيجاتيف ده فيبقى معايا 1 على y بلس هنا النيجاتيف وبلس تبقى نيجاتيف 2y باور نيجاتيف 3 over 3 بلس c، ودي تبقى الفاينل انسر بتاعتي. اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي x y داش equal 4y. ال y داش دي اللي عندي هي dy على dx، يعني عندي x دلوقتي dy على dx
equal 4y. دلوقتي انا هخلي الدي واي لوحدها والدي اكس لوحدها. اولا انا مينفعش يبقى معايا الدي اكس او الدي واي يبقى موجود في الديفيجن، فانا هضطر اودي الدي اكس دي الناحية التانية، هيبقى معايا اكس دي واي equal 4y دي اكس. انا هنا هقسم على اكس في y، فيبقى معايا 1 over y dy هنا equal 4 over ال x dx. هعمل integration ل both sides، دي سهلة مفيهاش حاجة. يبقى معايا هنا لن ال y تساوي 4 لن ال x plus c. مسألة بسيطة مفيهاش حاجة. نروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول دي واي على دي اكس بتساوي ساين ال 5 اكس. دي برضو مفيهاش حاجة، ودي دي اكس الناحية التانية تبقى دي واي بتساوي ساين 5 اكس دي اكس. دلوقتي معايا الدي واي في حتة والدي اكس في حتة، فهنعمل انتجريشن الدي واي كده معناه ان في هنا 1، فهيبقى واي بتساوي ساين ال 5 اكس. دلوقتي انا عندي التريجونومتريك اللي هي الساين والكوساين والتان والكوتان بيبقى ليهم انتجريشن معين بيتحفظ. دول بتوعهم كلهم الساين بتبقى نيجاتيف كوساين، الكوساين بترجع للساين، التان بتبقى لين السيك اكس، الكوتان بتبقى لين الساين اكس، والسيك بتساوي لين السيك اكس بلس التان اكس، والكوسيك بتساوي لين الكوسيك اكس ماينس الكوتان اكس. دلوقتي احنا عندنا الساين، فالساين هتبقى نيجاتيف الكوساين اكس، فانا هنا معايا المفروض الساين هتبقى نيجاتيف كوساين 5 اكس اوفر ال5 اوفر الرقم اللي بيبقى جوه بلس السي الثابت. كده دي تكون المسألة برضو خلصت، سهلة مفيهاش حاجة. عندنا مسألة تانية برضو هنا سهلة وبسيطة مفيهاش حاجة. دي واي على تي اكس بتساوي واي باور 2 على اكس باور 2. هنا هودي دي اكس الناحية التانية فوق، والواي باور 2 دي الناحية التانية تنزل بالديفيجن، هيبقى معايا دي واي على الواي باور 2 بتساوي دي اكس على الاكس باور 2. طلع الواي باور 2 فوق والاكس باور 2 فوق، فهيطلعوا بالباور بالنيجاتيف، هيبقى معايا واي باور نيجاتيف 2 دي واي بتساوي اكس باور نيجاتيف 2 دي اكس. هنعمل لهم انتجريشن. واي باور نيجاتيف 2 هتبقى واي باور نيجاتيف 1 ناقص باور واحدة اسمها باور الجديدة تبقى نيجاتيف 1، فتبقى نيجاتيف وبره واي باور نيجاتيف 1 بتساوي نفس الحوار اكس باور نيجاتيف 2 تبقى اكس باور نيجاتيف 1 او اسمها باور الجديد اللي هو نيجاتيف 1، فتبقى نيجاتيف هنا بره بلس الثابت. هنغيرهم نخليهم مظبوطين اكتر، فيبقى معايا نيجاتيف 1 على واي بتساوي نيجاتيف 1 على اكس بلس السي. كده كل مسألة خلصت برضو سهلة مفيهاش حاجة. وصلنا لآخر مسألة معانا النهاردة في السيبرابل. هنا بيقول لي دي اكس على دي واي بيساوي اكس باور 2 5 باور 2 على 1 بلس اكس. هنعمل زي ما بنعمل، بنفرق دي اكس عن الدي واي الأول. معايا دي اكس بتساوي اكس باور 2 واي باور 2 over 1 بلس اكس دي واي. انا هنا عايز اخلي الواي بس اللي موجودة، فانا هقسم على x باور 2 over 1 بلس x. لما اقسم على x باور 2 بلس 1 بلس x هنا هتجيلي متشقلبة، هيبقى معايا 1 لا مش سوري، هيبقى معايا 1 بلس x over x باور 2 dx بتساوي y باور 2 dy. لما اجي اقسم هنا ده هيروح مع ده، فكده انا هعمل لهم انتجريشن. اول حاجة بس هقسم دي، هيبقى معايا 1 over x باور 2 بلس x على x باور 2 تبقى 1 over x
دي اكس equal، هعمل دي انتجريشن على طول y باور 2 هيبقى معايا y باور 3 على 3 بلس السي. نعمل انتجريشن دي 1 على x باور 2، طلع ال x باور 2 فوق بباور النيجاتيف، هتبقى معايا x باور نيجاتيف 2. هعمل لها انتجريشن هتبقى x باور نيجاتيف 1 على القسمة الجديدة اللي هي على النيجاتيف 1 زائد 1 على x بلين ال x equal y باور 3 على 3 بلس c. نظبط يبقى معايا نيجاتيف 1 over x بلس لين ال x equal y باور 3 over 3 بلس c. كده أكون آخر مسألة معايا خلصت، وأتمنى أكون شرح كويس وفهمتوا الفيديو. كده يكون السبربل خلص. والفيديو الجاي هنشرح الهوموجينيوس. شكرا.